ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل لكم اقوى واسرع واسهل وصفه لتبييض البشره وازاله البقع الداكنه وازاله اثار الحبوب وازاله التصبغات، وبتعالج ندوب الوجه. كمان الوصفه دي هتشد البشره وتزيل التجاعيد وبتاخر ظهورها. هنعمل كريم سحري، كريم سحري بجد. هيخلي بشرتك فيها نضاره وحيويه مش معقوله، هيخلي بشرتك ناعمه زي بشره الاطفال. جربوا الكريم ده وهتدعولي. يلا نروح نبدا نعمله مع بعض. هنبدأ نعمل الكريم مع بعض، والمكون الرئيسي في الكريم بتاعنا النهاردة هو الرمان. الرمان مفيد جدا للبشرة، علشان كده بيستخدم في العديد من مستحضرات التجميل الشهيرة. هنعمل النهاردة كريم الرمان. الرمان بجد كنز رباني مفيد جدا للبشرة، وتقدري تعملي سيرش على جوجل وتعرفي فوائد الرمان للبشرة، سواء كانت القشور أو العصير، كلاهما مفيد للبشرة. الرمان يحتوي على العديد من الفيتامينات زي فيتامين اي وسي وبي، وكمان بيحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة اللي بتساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين للبشرة. الرمان بيحافظ على نضارة البشرة، ويعمل على تجديد خلايا الجلد الميتة، وبيعالج جفاف البشرة وبيرطبها. بيعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، وبيزيل آثار النمش والكلف، وبيعالج حب الشباب وبيزيل آثاره، وبيعالج ندوب الوجه. الرمان يحتوي على العديد من المعادن اللي بتعمل على تفتيح البشرة وتخفيف حروق الشمس وإزالة التصبغات. هنستخدم في الكريم بتاعنا بذور الرمان، ومش هنرمي القشور، هعمل لكم بيها وصفة رهيبة المرة الجاية للشعر. هنستخدم رمانة ونقشرها ونستخرج منها البذور. هروح اعمل الخطوة دي وارجع لكم تاني. وبعد ما قشرنا الرمان واخدنا منه البذور، هنستخدمها ازاي في الكريم بتاعنا؟ هنحط البذور دي في الخلاط ونضربها كويس حتى نحصل على عصير الرمان. مش هنحط اي مية في الخلاط، عايزين العصير يكون مركز. وبعد كده نصفي العصير بمصفى ضيقة جدا علشان ما يكونش فيه اي بذور في العصير. هروح اعمل عصير الرمان وارجع لكم تاني واقول لكم هنستعمله ازاي علشان ما اطولش عليكم. ده شكل عصير الرمان بعد ما عصرناه وصفيناه كويس. هنبدأ نعمل اول خطوة في الكريم بتاعنا. هنجيب طبق فاضي او بولة كبيرة ونستخدم فيها نصف كوب من عصير الرمان، وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من نشا الذرة او المايوزينا او الكورن فلاور، ونقلبها كويس مع العصير لحد ما نتخلص من كل التكتلات اللي في النشا. النشا مفيدة جدا للبشرة زي ما انتوا عارفين، تحتوي على العديد من المعادن اللي بتعمل على تبييض البشرة وإزالة التصبغات، وبتعمل على تجديد خلايا البشرة، وتحتوي النشا على الزنك اللازم لعلاج حب الشباب، كما تساعد في إزالة الندوب وآثار الحبوب، كما تحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتعمل على إزالة التجاعيد وبتعمل على شد البشرة. بكده النشا دابت تماما في العصير ومبقاش فيه أي تكتلات. الخطوة اللي بعد كده هنحط الخليط ده في إناء بيتحمل النار، ونحطه على نار هادية جدا مع التقليب المستمر حتى قوام يتماسك ويصبح قوام كريمي تماما. هروح اعمل الخطوة دي وارجع لكم وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. ده شكل قوام الكريم بتاعنا بعد ما سيبناه يبرد تماما. قوامه كريمي بالشكل ده، اخد على النار هادية حوالي 5 دقايق تقريبا لغاية ما وصلنا للقوام ده. هنبدأ نضيف بعض المكونات على كريم الرمان. اول مكون هنضيف معلقة من جل الصبار الوفيرا جل. هنقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا. انتوا عارفين ان جل الصبار طبعا مفيد جدا للبشرة. اهم حاجة فيه ان هو بيعمل على ازالة البقع الداكنة والكلف والنمش والتصبغات، وبيعالج حروق الشمس، بيرطب البشرة، بيعالج حب الشباب. وبعد كده هنضيف معلقة من ماء الورد. ماء الورد زي ما انتوا عارفين بيرطب وبينعم البشرة. هنقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا حتى نحصل على قوام كريمي متماسك بالشكل ده. ده الشكل النهائي للكريم بتاعنا. هنحتفظ بيه ازاي ونستعمله ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. هنجيب علبة صغيرة او برطمان صغير
نضيف تماما، جاف مفيهوش اي نقطة مية، خالي من اثار اي روائح. يفضل يكون البرطمان زجاج. ونحط فيه الكريم. الكريم ده صالح للاستعمال لمدة اسبوع. لو انتي في الصيف حطيه في التلاجة، وبعد اسبوع اعملي كمية تانية. هنستخدمه ازاي الكريم؟ هنحط من الكريم ده على بشرة نضيفة تماما، ممكن تستعمليه للرقبة والايد كمان، وتسيبي الكريم على بشرتك من نص ساعة الى ساعة، وبعد كده اغسليه بالماء الفاتر. هتستعملي الكريم ده يوميا، آمن جدا على البشرة. يفضل استعماله بالليل قبل النوم. كريم الرمان مش هتندمي ابدا لو استعملتيه، هتشوفي النتيجة بعد فترة قصيرة جدا من استعماله. هيخلي بشرتك فيها نضارة وحيوية وصفاء رهيب، هتنبهري من النتيجة. كريم الرمان من أقوى الكريمات اللي بيعالج جميع مشاكل البشرة، ونتيجته فعالة ومضمونة وسريعة. انتظروني في الوصفة الجاية واستخدام قشور الرمان للشعر، وكمان هعملكوا وصفات تانية هنستخدم فيها عصير الرمان وقشور الرمان، نظرا لأهمية الرمان للبشرة والشعر. تابعوني في سلسلة وصفات هنستخدم فيها الرمان، هتعجبكم جدا. وانتي استخدمي الوصفة اللي تناسبك واللي متوفر عندك مكوناتها. يا رب تكون وصفاتي النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، ولو حابين تعرفوا وصفات طبيعية اكتر متجربة ومضمونة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار مع كل وصفة جديدة. ولو عايزين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو واعملوا مشاركة لحبايبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم على خير ان شاء الله مع وصفة جديدة مع ميمة.